أهلا بيكي في مساحتك الرايقة في بودكاست رايقة مع سماح حماد. يمكن بقالنا 4 حلقات بندردش مع بعض وبنتكلم عن الروقان، ومن كتر ما خدني الكلام معاكم نسيت أعرفكم بنفسي. معاكم سماح حماد، لايف كوتش الصحة النفسية والعاطفية للمرأة، وكوتش تطوير الذات ومعالج نفسي شعوري. رسالتي معاكم ومن خلال الرايقة إني أساعد كل ست وبنت تعيش بجد، مش بس تبين إنها كويسة. وعشان كده كان لازم أتكلم معاكم النهاردة عن أكتر حاجة بتهدم صحتنا النفسية والعاطفية، وهي السعادة المزيفة. ممكن حد فيكم يقول يا سماح، ما انتي بتقدمي حلقات عن الروقان وبتحسينا نعيش في راحة بال، يبقى أكيد حياتك وردي وما بتزعليش ولا بتحزني. والحقيقة بما إني معالجة نفسية وشعورية، ده بيخليني أقول لكم بكل ثقة إن الروقان مش معناه إننا نكبت مشاعرنا أو نخبي وجعنا ورا ضحكة مرسومة. بالعكس، الروقان الحقيقي هو الصدق الشعوري، إنك لما تزعلي تعيشي زعلك، ولما تفرحي تفرحي بجد. النهاردة هنعرف ليه بنلبس قناع السعادة، وإيه الضريبة الغالية اللي بيدفعها جسمنا وعلاقاتنا من ورا القناع ده، وإزاي نوصل للروقان اللي بجد، اللي قايم على التصالح مع كل مشاعرنا. مفيش حاجة بتهد الروقان وتسحب طاقتنا قد السعادة المزيفة. والسعادة المزيفة هي إنك تلبسي قناع إن كل شيء تمام، بس انتي من جواكي في صراعات. هي إنك تضغطي على أعصابك عشان تنزلي ستوري بتضحكي فيها وانتي محتاجة تعيطي. ده مش روقان، ده مجهود جبار وبذل طاقة في المكان الغلط. السعادة المزيفة هي حالة من الضغط النفسي بنمارسها على نفسنا عشان نبان أقوياء أو إيجابيين طول الوقت، في حين إن جوانا صراعات ما بنسمحش لها تطلع للنور. طيب إحنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه بنروح نختلق سعادة مش موجودة ونرسم ضحكة وإحنا من جوانا بنتعصر؟ في كتاب مهم جدا للكاتبة الأمريكية ويتني جودمان اسمه الإيجابية السامة. هي ببساطة بتقول مش كل حزن محتاج يتغلف بإيجابية، ومش كل ألم نضغط عليه بابتسامة. وشرحت فيه إننا مش بنمثل عشان إحنا وحشين، لكن لأسباب نفسية واجتماعية عميقة. خليني ألخصها لكم في نقاط واضحة ومفهومة. أول نقطة معانا هي استخدام السعادة كمسكن للألم. أوقات المواجهة مع الحزن بتبقى مرعبة، فبنختلق السعادة كنوع من الدفاع النفسي. بنضحك عشان نخدر الوجع، وبنقول لنفسنا بكرة أحلى، لمجرد إننا خايفين نواجه تحديات وصعوبات اللي قابلناها النهاردة. ده هروب ذكي بس ضريبته غالية. تاني نقطة هي الخوف من العار الاجتماعي. للأسف المجتمع والميديا صدروا لينا إن الحزن فشل، فبقينا بنخاف لو ظهرنا على حقيقتنا الناس تحكم علينا إننا ضعفاء أو طاقتنا سلبية. بنختلق السعادة عشان نكون مقبولين ومحبوبين، فبقينا بنضحي بصدق مشاعرنا عشان خاطر صورتنا قدام الناس. تالت نقطة هي فخ الجود فايبس اونلي. كل ما بنفتح الموبايل نلاقي جمل زي اضحك للدنيا والسعادة قرار. الكلام ده رغم انه شكله حلو وإيجابي، إلا إنه بيخلق ضغط نفسي رهيب بيخلي الواحد يحس بذنب لو هو مش سعيد، فيبدأ يمثل السعادة عشان ما يحسش إنه مقصر في حق نفسه. رابعاً الهروب من فقدان السيطرة. كتير مننا بيخاف لو ساب نفسه للحزن إنه ينهار وما يعرفش يقف تاني، فبنختار نلبس القناع كأنه فرامل بتخلينا مسيطرين على الموقف. بس الحقيقة إن المشاعر اللي بتتحبس دي بتنفجر فينا بعدين وبأشكال تانية خالص. الخلاصة إننا بنختلق السعادة المزيفة عشان إحنا بشر وبندور على الأمان، بس الأمان الحقيقي عمره ما كان ورا قناع الأمان.
الأمان الحقيقي بيبدأ لما نعترف إننا مش بخير. وأنا كمعالجة نفسية شعورية بقولك إنك مش مضطرة تكوني إيجابية طول الوقت عشان تكوني بخير. طيب خلينا نفهم تأثير السعادة المزيفة على مشاعرنا وعلاقاتنا وكمان جسمنا. أول حاجة على مستوى المشاعر، بيحصل حاجة اسمها التبلد العاطفي. لما بنكتم الحزن قدرتنا على الشعور بالفرح الحقيقي بتموت هي كمان، طبعا لأن مفيش مشاعر بتتجزأ. أما على مستوى العلاقات فإحنا بنخلق فجوة ووحدة داخل العلاقة، لأن الناس بتحب النسخة المزيفة منك، فبتحسي إن محدش عارفك أو فهمك بجد، وده بيخلي العلاقات سطحية وهشة ومفتقدة للأمان. لو اتكلمنا عن تأثير السعادة المزيفة على جسمنا هنكتشف إن المشاعر اللي ما بنعبرش عنها بالكلام الجسم بيعبر عنها بالألم، وده اللي بنسميه السايكوسوماتيك، الأمراض النفس جسدية، زي القولون العصبي مخزن القلق والتوتر المكتوم، والصداع النصفي وتشنج الرقبة نتيجة الشد العصبي المستمر لتمثيل دور المبتسم، ضعف المناعة ولأن الكبت بيرفع هرمون الكورتيزول، وده بيخلي جسمك عرضة للأمراض باستمرار زي البرد والأنفلونزا وأمراض جلدية. اضطرابات النوم، لأن العقل ما بينامش وبيفضل يقلب ويفكر في المشاعر اللي حبستيها طول النهار. نيجي بقى لأهم لحظة كلكم مستنيينها، وهي روشتة الروقان، وإزاي نحمي نفسنا من السعادة الزائفة. أول خطوة هي الاعتراف، ودي لما تحسي بمشاعر سلبية مهم جدا إنك تسمي الشعور اللي انت حاسة بيه، زي مثلا أنا دلوقتي حاسة بخيبة أمل، أو أنا دلوقتي مضغوطة. التسمية دي بتقلل حدة الشعور. تاني حاجة السماح بالأيام البهتة، اقبلي إن في أيام مش لازم تكوني فيها منتجة ولا سعيدة. الحزن ضيف، لو أكرمتيه هيمشي، ولو طردتيه هيقعد ورا الباب. 3 البحث عن المساحة الآمنة، لازم يكون عندك شخص واحد على الأقل تتكلمي معاه بأمان، أو تكتبي في كشكولك الخاص كل اللي بتمر بيه بدون تجميل. 4 وضع حدود مع الإيجابية السامة، لو حد قالك معلش اضحكي وخليكي تفاؤلية وانتي من جواكي منهارة، من حقك انك تقولي أنا محتاجة أخد مساحتي في الزعل والحزن عشان أقدر أتحرر منها وأخف وأرجع أحسن. وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، والرسالة اللي عايزة أسيبها في قلب كل واحدة فيكم هي زي ما اتفقنا، إننا هنحترم مشاعرنا ونقلع قناع السعادة المزيفة، وندي لنفسنا الحق الكامل إننا نزعل ونعيش وجعنا عشان نحمي جسمنا ونفسنا. بس افتكري كويس، بلاش تطولي الزيارة عند الزعل. نصيحتي ليكي كمعالجة وصديقة، حددي وقت معين لزعلك على حسب الموقف اللي مريتي بيه. حطي تايمر للمشاعر دي، قولي لنفسك أنا هعيش مشاعر الخذلان أو القهر أو الضغط والحزن بكل جوارحي، هعيشها لمدة 2 أو 2 أو حتى أسبوع. عيشيهم بجد، خلصيهم وفرغيهم تماما. المهم إنك ما تسيبيش باب الحزن موارب. ليه بقولك كده؟ لأن الحزن لو سيبنا بابه مفتوح بيمتص طاقتنا وبيجيب حزن زيه، والفرح برضو طاقة بتجذب فرح زيها. لما بتحددي وقت للزعل انت كده بتكرمي مشاعرك، بس في نفس الوقت بتحمي نفسك من انك تغرقي في دوامة ما بتنتهيش. كوني رايقة بصدقك وقوية بوعيك، ودايما افتكري انك تستحقي تعيشي مشاعرك الحقيقية عشان توصلي للراحة الحقيقية، وان الهدوء والروقان اللي بتدوري عليه مش بعيد عنك، هو جواكي. خدي اللي سمعتيه على مهلك وفكري فيه، وسيبي الباقي دلوقتي.
ولو الحلقة دي لمست قلبك شاركيها مع ست محتاجة تسمع الكلام ده. أشوفكم الحلقة الجاية في بودكاست رايقة مع سماح حماد.